أهلا بيكم يا جماعة في ريفيو جديد على قناة مراجعة أفلام ومسلسلات. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش أي جديد. النهاردة هنتكلم عن 7 أفلام جديدة متاحة، أفلام كتير منكم بيدور عليها وهنقولكم تتفرجوا عليها إزاي. أول فيلم معانا فيلم ليلة العيد. الفيلم ده بيطرح قضية اجتماعية مهمة جدا، وهي قضايا المرأة، وبيناقش مشاكلها في ليلة العيد. الفيلم من بطولة يسرى وريهام عبد الغفور. الفيلم التاني هو فيلم الهنا اللي أنا فيه. الفيلم ده كوميدي خفيف ومناسب لكل العيلة. لو بتدور على فيلم يضحكك ويبسطك يبقى ده الاختيار الصح. الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس. الفيلم الثالث هو فيلم الدشاش. الفيلم ده أكشن وتشويق وإثارة. لو بتحب أفلام الأكشن اللي فيها مطاردات ومغامرات الدشاش هيعجبك. الفيلم بطولة محمد سعد وزينة ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز. الفيلم الرابع اللي معانا هو فيلم سيكو سيكو. الفيلم ده كوميدي تاني، بس بيقدم جرعة ضحك محترمة وأسلوبه مميز ومختلف. بطولة عصام عمر وطه دسوقي وباسم سمرة. الفيلم الخامس هو فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، ومن اسمه كده واضح إنه فيلم أكشن ومغامرة بس بلمسة كوميدية مميزة من بطولة عصام عمر. الفيلم السادس هو بضع ساعات في يوم ما. الفيلم ده بيقدم قصة رومانسية درامية، وبيستعرض علاقات مختلفة بين الأبطال في إطار زمني محدود. الفيلم من بطولة هشام ماجد ومي عمر وأحمد السعدني وهنا الزاهد ومحمد سلام وميان السيد. وآخر فيلم معانا هو فيلم الفستان الأبيض. الفيلم ده رومانسي درامي، وبيناقش قضية اجتماعية حساسة. الفيلم بيقدم قصة مؤثرة عن أحلام وطموحات البنات. الفيلم بطولة ياسمين رئيس. أين تشاهد هذه الأفلام؟ مقدم. دلوقتي نيجي للسؤال المهم، فين نقدر نشوف الأفلام دي؟ كل الأفلام اللي ذكرناها متاحة للعرض على المواقع المشهورة: ويسيما، أكوام، عرب سيد، إيجيبست، وكمان تقدروا تتفرجوا عليهم من خلال التطبيقات دي: يانجو بلاي، تطبيق الأسطورة. وبكده نبقى وصلنا لآخر مراجعتنا السريعة. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر فيلم متحمسين تشوفوه، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. أشوفكم في الفيديو اللي جاي.